السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الوردان وعاملين ايه؟ اهلا بكم في ملعب الورداني. مبروك لجماهير نادي الزمالك العظيمة الفوز على فريق ابو قير للاسمدة والتأهل لدور ال 16 من بطولة كأس مصر. ده كله جميل جدا، ولكن ده ما يمنعش، ده ملوش علاقة بان في النهارده اخطاء وكوارث لازم نتكلم عنها بالتفصيل. عشان انا ما بحبش النفاق وما بحبش عشان كسبت يبقى بقى اعمل مش واخد بالي عن الكوارث. اذا كنا ناويين نعمل حاجة، وهوجه رسالة طبعا لانكل جروس، وهوجه رساله للكابتن سريع مثل البتنجانه وخارق مثل البطاطسايه. هنتكلم عن ملخص الماتش بالتفصيل، بس في البدايه رجاء من كل اخواتي وحبايبي قبل ما نبدا في الحلقه مع بعض نصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويا ريت ندعي لوالدي وجميع امواتنا بالرحمه والمغفره، ربنا يرحمهم رحمه واسعه ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته. وما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويزيل هذا الكرب والبلاء الغاشم الضعيف، امين يا رب العالمين. وما تنسوش يا حبايبي الورديان فضلا وليس امرا اللايك والشير وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. احنا مكملين بفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعمكم المستمر لينا وانتوا ذوق يا حبايبي الورديان. والله بينا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه هبدا بالرساله اللي عاوز اوجهها ليه كونراد ميشيلاك، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي جابوا الصفقات دي واللي بالونا بالصفقات دي. ريح دماغك وسيبك من قصه الكوره دي، ما بتاكلش عيش. اسمع مني، اعمل مشروع، اسمع من اخوك، اعمل مشروع كده وسميه مثلا كونراد بيوتي سنتر للعنايه بالبشره وجميع انواع العطور وكافه مستحضرات التجميل. ده اللي انا اعرفه. الدنيا هتبقى زي الفل والمشروع ولا ينفعك. فكك من الكوره، ممكن يحصل لك حاجه، لان فكره انك لعيب كوره دي انا مش متقبلها. مستحيل، مستحيل. وكمان لعيب كوره في الزمالك مش مستحيل بقى، دي كارثه وبراكين وزلازل ووجع بطن وامساك وتوتر اعصاب وبهدله وارتباك وتوهان. فاحنا يا ابني مش ناقصين، احنا فينا اللي مكفينا. ده بالنسبه لكونراد ميشيلاك والصفقات اللي احنا اتبلينا بيها. كابتن جروس، اونكل جروس المدير الفني لنادي الزمالك، انا بنسى، انا راجل بنسى، مش عيب بنسى، في حاجات بتسقط مني، في مش عارف ايه. يبقى اهتم بصحتي، مفيش مشكله، اخد فيتامينز، اخد اشواجندا، اكل سبانخ، اعمل اي حاجه. انما اللي انت بتعمله ده مش مفهوم. دي بقى لوغاريتمات، دي حاجه احنا مش فاهمينها. برضو بادئ بتشكيله غلط، وقلنا 100 مره الف ب ت كوره، التكتيك والتشكيله الصح من البدايه وتربات تتتتيه. ادي الواد لابوه. احنا بنتكلم في اساسيات. برضو بادئ لي بكونراد ميشيلاك، وعندي عمر جابر، ومقعد لي مصطفى شلبي، وعندي محمد عاطف. هي ناقصه؟ هي ناقصه؟ يعني احنا اصلا عندنا غيابات كلهم ما شاء الله من القوام الاساسي للفريق. بتتكلم في بنتايك، بتتكلم في محمد حمدي، بتتكلم في احمد حمدي، بتتكلم في ناصر ماهر، بتتكلم في عناصر اساسيه. ده غير ان انا محتاج ادعم بصفقات ومحتاج مش عارف ايه ايه. بادئ لي بكونراد وبادئ لي باحمد محمود. ما حدش بيقول احمد محمود وحش، ما هو لازم يشارك، دي حاجه طبيعيه. بس واحد ما بيشاركش بقاله قد ايه؟ ما بيشاركش بقاله قد ايه؟ ده أنا لسه جالك في التغييرات بقى والبطء وان انت كنت سرحان في ايه ما اعرفش. اشاركه ابدا بيه في ماتش اللي هو خلاص الخساره، شكرا بره مع السلامه، ما فيهاش خلاص، ده مش دوري، ما فيهاش فرصه تانية. بادئ لي باحمد محمود، ده طبعا غلط عشان بقاله قد ايه ما بيشاركش. بدات لي باحمد محمود في حين ان انا عندي عمر جابر جاهز، اللي هو عنصر اساسي في الفرقه كده زي عبد الله السعيد رمانة الميزان، اللي هو المحرك الاساسي في نادي الزمالك. ما بداتش بعمر جابر. عندي عمر جابر جاهز وعندي المسلوسي وعادي جدا. ابقى بدات بفتوح بسم الله الرحمن الرحيم. ما اعرفش بدات بصبحي ليه، ايه الفكره يعني؟ صبحي برضو اللي هو كل شويه بلاوي سودا كده. وانا اسف انا عملت ايه؟ انا اسف يا جماعه دي. وكل واحد يعني يشوط لي شوطه بره برضو ملهاش لازمه، او كل واحد يعمل لي انا يرفع لي ايده. طب وبعد ما رفعت ايدك لو انا لبست جون، لو انا دخل فيا جون هعمل ايه؟ لو انا خسرت ما تركز، ما تفوق. جو ساعة بتلعب الصبح، انت مطبق. فما علينا. ابدا باحمد فتوح، وعندي عمر جابر وحسام عبد المجيد والونش. هتقولي طب ما فتوح اتصاب في الشوط التاني، ما عنديش مشكله خالص.
اجيب عمر جابر احطه ناحيه الشمال بيلعب عادي باك شمال بيأديها الدفاع والهجوم ما شاء الله يعني. والمسلوسي اللي هو باك يمين اصلا اللي انا وظفته بعد كده قلب دفاع هجيبه خلاص هرجعه تاني باك يمين عنده الحته دي الهجوميه والدفاعيه ما عنديش مشكله مع عكش. ودونجا اللي بحالات طبعا ما فيش غيره، دونجا ومحمد شحاته وعبد الله السعيد. ناحيه الشمال بقى في 90,000 مليون حل لحد ما ادعم، هو ده اللي عندي، ده نص العمى ولا العمى كله، ده اللي انا اعرفه. ابدا بمصطفى شلبي، محمد عاطف اللي عمال يقول هنديله الفرصه وهيشارك ولعيب جامد و مع زيزو. قسما بالله بمناسبه زيزو ما في لعيب في مصر يستحق 40 مليون جنيه او 30 مليون جنيه خالص الا معدودين، منهم على راسهم من وجهه نظري دلوقتي ابراهيم عادل اللي هو المفروض يحترف، ما اعتقدش ان في حد يختلف على كده، ومصطفى فتحي بقى وبعد كده يبدا زيزو مش عارف مين امام عاشور بعد كده مش عارف ايه كده. فكنت ابدا عندي مصطفى شلبي عندي محمد عاطف مفيش اي مشكله، لكن انت عكيت بادئ غلط. وزيزو طبعا النهارده مش في حالته، توهان دربكه بطء بتفقد الكره بسهوله. ايه بقى انا مسيطر ومستحوذ دي اللي هو برضه ما كانتش موجوده، اللي هو انا ماسك ايه ماسك الكره ماسكها بايدي يعني ماسك الكره دي يعني ايه يعني بشكل خطوره، عملت كام هجمه عملت كام فرصه جبت كام جون، قافل على الفريق اللي قدامي مش قادر يطلع بالكره ولا لا. هي دي كلمه انا ماسك كوره ومسيطر ومستحوذ، السيطره والاستحواذ الايجابي مش كلام وخلاص والكره بتقطع مني ومس باص ومش قادر اعمل حاجه ومفيش تنوع في اللعب مفيش ادوار لا مركزيه مفيش ضغط عالي مفيش ضغط مفيش اخطاء. ده اللي انا اعرفه. ابو قري الاسمده النهارده 8 هجمات منهم 4 فرص اجوان مؤكدين بستر ربنا، هي مش عايزه تيجي جون. ابو قري الاسمده انا بقى عملت ايه يعني؟ لك ان تتخيل ان فرصهم هم الخطيره اكتر. قال ايه كمان؟ ده انا جيت في الشوط الثاني قال عايز احافظ على الجون الوحيد المتوحد اللي انا جبته. انا مين بقى؟ انا الزمالك اللي المفروض الحلول حتى لو عندي غيابات عندي مش عارف ايه، ما اعرفش حاجه اسمها شماعات، ما اعرفش حاجه اسمها اكسكيوزز، ما اعرفش حاجه اسمها اعذار، ده اللي انا اعرفه. هي دي سمات الفرق الكبيره. لكن انت نازل عك في عك، تشكيله غلط من البدايه، لعيبه مش مركزه مش في حالتهم، تراخي تباطؤ انحسار، ماشي ما تفهمش فيه ايه، اللعيبه شاربه ايه، ارتباك، الناس قاعدين بقى على اعصابنا، ده ممكن يخش فيا جون فلو دخل فيا جون فمش عارف كان هيخش فيا جون، كان هيخش فيا جون واثنين وثلاثه. حتى يا مؤمن المجهود البدني حتى بتاعك قليل ليه معرفش، وبأمارة ايه معرفش. فهي دي الاخطاء اللي لازم نصلح منها الفتره اللي جايه. عشان انا قلت زي ما قلت انا راجل واضح وصريح، لا بحب النفاق ولا بحب اعمل مش واخد بالي عشان كسبت ومش عارف ايه. ان النظام الفاشل ده لا بيودي ولا بيجيب ولا بتحقق اي حاجه خالص. هي دي الاخطاء هي دي السلبيات اللي لازم نشتغل عليها، لان انت بعد كده عندك مودرن فيوتشر وسيراميكا وسموحه ومعرفش مين والمصري وتربات تاتو، فهتعمل ايه؟ فعشان ما يبقاش فيه اعذار، دي الاخطاء اللي لازم نصلحها اذا كنا عاوزين نحقق حاجه، واذا كنا عاوزين ناخد بطولات، واذا كنا عاوزين نفرح الجماهير بجد مش كلام وخلاص، واذا كنا عاوزين نحافظ على كيان نادي الزمالك. حابب يا اخواتي الحلقه عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. ما تنسوش تقولوا رايكم في كومنت. سلام.